ميسي ضحك على الناس كلها، حتى الناس اللي بتحبه. بس شو عمل؟ أنا رح أقلك. بس قبل شوف هلأ المنتخبات واللاعبين وكل حدا دخل على أمريكا اشتكى من الجو وأرضية الملعب وإنه ما في شي ظابط وأزمات وقصص كتير. فميسي من سنتين أخذ قرار زعل فيه الكل، حتى اللي بيحبوه لما راح على انتر ميامي، وإنه رح يلعب أمريكا وما رح يشوفوه بأوروبا. بس هلأ بعض الناس عم بتقول إنه هالشي دليل على عبقرية وذكاء ميسي حتى بالقرار، إنه هو تعود على البلد والجو وجرب كل الملاعب. وبعد الشكوك اللي طلعت إنه ما رح يلعب المونديال وإنه هو مصاب، ميسي بعت رسالة لجماهيره بمباراة أيسلندا. شفناه بالمباراة كيف جاهز بدنيا وباين إنه مركز للمونديال، وجاهز كمان ليبلش يجنن الناس مرة تانية بأداء ومراوغاته اللي اشتقنا له كتير بصراحة. ميسي نزل بالدقيقة 70 طبيعي، أول لمسة أسيست، ثاني لمسة هدف، ثالث لمسة فرصة محققة. هيك ميسي لما بيكون بالمود بيروع على الناس كلها، يعني أداء ولا كأنه لاعب بده يثبت حاله للمدرب، وكأنه عم بيقول إنه جاهز للاحتفاظ باللقب وإنه يكون على عرش هدافي المونديال. والسؤال هون إلكم، بتحسوا ميسي رح يغفل الكل ولا رح يتغفل ويكون مونديال سيء له ونهاية حزينة؟